السلام عليكم يا أصدقائي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيأثر على حياتنا كلها، وهو الثقة بالنفس. هشارك معاكم أخطر 3 أخطاء بنعملها كل يوم وبتهد ثقتنا بنفسنا من غير ما نحس. الخطأ الأول هو المقارنة المستمرة بالآخرين. كتير مننا بيفتح السوشيال ميديا ويشوف نجاحات الناس وإنجازاتهم ويبدأ يحس إنه أقل منهم. بننسى إن كل واحد ليه ظروفه الخاصة ومساره المختلف في الحياة. لما بنقارن نفسنا بغيرنا بنكون بنظلم نفسنا وبنتجاهل إنجازاتنا الشخصية. الخطأ الثاني هو الحديث السلبي مع النفس. كل ما تيجي فرصة جديدة أو تحدي نلاقي الصوت الداخلي بيقولنا: أنت مش هتعرف، دي صعبة عليك، غيرك أحسن منك. الكلام ده بيتراكم مع الوقت وبيخلق حاجز نفسي بيمنعنا من التقدم. لازم نتعلم نغير الحوار الداخلي ده لكلام إيجابي يدعمنا ويشجعنا. الخطأ الثالث وده الأخطر هو التركيز على الفشل وتجاهل النجاحات. بنفضل فاكرين الأوقات اللي فشلنا فيها ونكررها في عقلنا، وبننسى كل النجاحات اللي حققناها. كل تجربة حتى لو ما كانتش ناجحة فيها تعلم وخبرة بتقوينا. افتكر دايما إن بناء الثقة بالنفس رحلة مش سباق. خد وقتك، كن صبور مع نفسك، واعرف إن التغيير بيحصل بالتدريج. كل يوم بتتعلم حاجة جديدة عن نفسك وبتكتشف قدرات جديدة. طيب إيه الحل؟ أولاً، لازم نفهم إن الثقة بالنفس مش حاجة بنتولد بيها، دي مهارة ممكن نتعلمها ونطورها. ابدأ بخطوات صغيرة. اكتب إنجازاتك مهما كانت بسيطة. احتفل بنجاحاتك الصغيرة وركز على تطوير نفسك بدل ما تقارن نفسك بغيرك. الخطأ الثالث وده الأخطر هو التركيز على الفشل وتجاهل النجاحات. بنفضل فاكرين الأوقات اللي فشلنا فيها ونكررها في عقلنا، وبننسى كل النجاحات اللي حققناها. كل تجربة حتى لو ما كانتش ناجحة فيها تعلم وخبرة بتقوينا. طيب إيه الحل؟ أولاً، لازم نفهم إن الثقة بالنفس مش حاجة بنتولد بيها، دي مهارة ممكن نتعلمها ونطورها. ابدأ بخطوات صغيرة. اكتب إنجازاتك مهما كانت بسيطة. احتفل بنجاحاتك الصغيرة وركز على تطوير نفسك بدل ما تقارن نفسك بغيرك. خلي عندك وعي بأفكارك السلبية، ولما تلاقي نفسك بتفكر بطريقة سلبية اسأل نفسك: هل ده منطقي؟ هل في دليل على الكلام ده؟ غير الأفكار السلبية بأفكار واقعية وإيجابية. افتكر دايما إن بناء الثقة بالنفس رحلة مش سباق. خد وقتك، كن صبور مع نفسك، واعرف إن التغيير بيحصل بالتدريج. كل يوم بتتعلم حاجة جديدة عن نفسك وبتكتشف قدرات جديدة. وقبل ما أختم عايز أقول لكم إن كل واحد فينا فريد من نوعه، وكل واحد عنده قدرات وإمكانيات مميزة. الموضوع مش مقارنة مع حد، الموضوع إنك تكون أفضل نسخة من نفسك. لو استفدت من الفيديو ده متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وشارك لي في الكومنتات تجربتك مع الثقة بالنفس وإزاي بتتغلب على الأفكار السلبية. شكرا لوقتكم، ونلتقي في الفيديو القادم بإذن الله.